في عام 2020 قرر برشلونة يبيع لويس سواريز، وقالوا النادي بعد ما يحتاج هذا المهاجم. قرار صدم جميع جماهير برشلونة، حيث أن اللاعب يعتبر من أبرز المهاجمين في ذلك الوقت. والصدمة الكبيرة هي طريقة إخبار لويس سواريز بأن النادي لم يعد بحاجة إليه. والشيء الغريب هي طريقة إخبار لويس سواريز بأن النادي لم يعد بحاجة إليه، وهي عن طريق مكالمة هاتفية، وأن من اتصل به هو مدرب الفريق كومان، حيث صرح اللاعب سواريز وقال أن المكالمة لم تستمر سوى 40 ثانية. وتفاجأ اللاعب من طريقة إخباره بعد سنين من العطاء لهذا النادي، وأن الكثير من الأشياء بقيت مبهمة، حيث أن سواريز لم يعرف أن المدرب هو من لم يريده في النادي أم إدارة النادي هي من قررت ذلك. انتهت القصة وتم بيعه إلى أتلتيكو مدريد. ذهب إلى أتلتيكو مدريد وسجل 21 هدف، وقاد أتلتيكو مدريد إلى أول لقب دوري منذ 7 سنوات. وعندما واجه برشلونة وسجل ضدهم لم ينسى تلك المكالمة الهاتفية.